بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. النهاردة بقى أول يوم رمضان كده وجاية لكم بالفيديو طويل شوية وهوريكم طول النهار عملت ايه. بصوا، أولا كده أنا كنت بادئة الأكل بعد صلاة العصر. للأسف صحيت متأخر فقلت ايه اقوم انجز وقتي كده. اول حاجة عصقت اللحمة. اسفة لو في دوشة، بس حابسة يونس مع بابا جوه فقاعد عمال يعيط عشان يجيلي. المهم اول حاجة نزلت كده بمعلقة سمنة كبيرة ونزلت بالبصل وحطيت البصل يدبل. نزلت بعد كده باللحمة وحطيت لها ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة وبس كده. طبعا بقى مصر كلها النهاردة عاملة محشي وفراخ، محشي وبط. انا ما حبيتش ان انا اكل فراخ، زهقانه منها لسه كنت اكلاها. فقلت بدل ما اعمل محشي والكلام ده قلت هعمل ارنب. جبت ارنب كبير كده وقطعته وكان حلو قوي، طعمه كان حلو قوي. اول حاجه كده نزلت معلقه من السمنه وقطعت عليها بصلايه كده مكعبات ونزلت بطماطمايه. حطيت قبل الطماطم والبصل حبهان وورق لورا وسبته في السمنه كده الاول يطلع الزيوت اللي بتبقى فيه وريحته. وبعد كده نزلت بالارنب وحطيت له ملح وفلفل اسود فقط. وبعدين كده نزلت بيه سبته يتشوح كويس جدا. وبعد كده هنزل عليه بالميه السخنه. في الوقت ده انا كنت سايبه اللحمه المعصجه على النار ومهديه النار عليها، بس كنت ناسيه احط لها فلفل اسود، فحطيت لها فلفل اسود وافتكرت لما نزلت على الارنب بالفلفل الاسود. انا كنت بسارع الوقت، كنتش قادره اقول لكم ان انا كنت يعني مستعجله ازاي وخايفه ان انا ملحقش الفطار وصلاه المغرب. كنت خايفه ان انا اتاخر من بالليل، كنت عامله العصاير وكده وكنت حطاها في التلاجة. فدي اكتر حاجه ان هي كانت مطمنوني يعني. اهم حاجه عند جوزي مش مهم الاكل الاكل، بس اهم حاجه ان هو يجي يلاقي ميه ساقعه في التلاجة حتى لو احنا في الشتاء عادي، والعصير برضو يكون في التلاجة. فدي احسن حاجه ان انا عملتها من بالليل. وفي نفس الوقت كنت محضره الحاجه، كنت مطلعه الارنب وغسلاه وحط غسلاه بالليمون طبعا. وكنت مطلعه الجلاش برضو، يعني كنت مظبطه الدنيا. هنا بقى اللحمه خلاص كانت بدات خلصت استوت يعني وخلاص بقت جاهزه. قطعت عليها بس قرن فلفل كده ابيض ابيض ايه اخضر وسبته على نار هاديه. هنيجي بقى دلوقتي كده نعمل الباميه. انا كنت مفرزه باميه. التفريزات دي بجد حقيقي نفعت معايا وبتنجز في الوقت. بطلع اي حاجه من الفريزر و بستخدمها على طول. حطيت برضو حطيت الحله كده على النار وقلت لغايه لما تنشف اقطع فيها البصلايه الصغيره دي. وبعد كده نزلت عليها بمعلقه سمنه. هنا الشوربه كانت بتغلي والارنب الحمد لله ما خدش معايا سوا نهائي. كنت خايفه عشان هو حجمه كبير ياخد معايا وقت، لكن بالعكس ما اخدش معايا وقت خالص. والاول مره ان انا هعمل اكل بشوربه الارانب. شوربه الارانب عموما بتكون نضيفه، لكن انا ما بستخدمش شوربة الفراخ، دي حاجة شخصية ليا يعني ما بحبهاش. لكن الارنب استخدمت الشوربة بتاعته في الاكل وكانت طعمها حلو جدا. نزلت بقى على البصلاية كده بشوية سكر ورقة لورا، وكنت ضربة طماطم في الخلاط هصفيها وانزل عليها، وحطيت فيها قرن فلفل اخضر من غير ما افتحه او اي حاجة. وبحب قوي البامية يكون فيها القرن الفلفل ده. طبعا بقى البامية بتحلوش غير تاني يوم لما بتبات بيبقى طعمها تحفة. طبعا بقى انا عملت النهاردة الاكل كده يعني بزيادة، وبكرة ان شاء الله بقى كنافة
النهارده عملت قطايف، بكره ان شاء الله هروق بقى البيت، لان انا معرفتش اعمل النهارده اكل وان انا اروق البيت، وعندي كان غسيل عايز يتنشر، فكل ده انا ما عملتهوش. بس قلت ان شاء الله بقى مادام عندي اكل النهارده موجود، يعني ان احنا هناكلوه بكره هنفطر بيه، اقوم بقى اشوف بيتي وحال بيتي وكده. نزلت بقى كده على الطماطم بشويه فلفل اسود، وحطيت مكعب مرقه، وهسيب الطماطم تتسبك، وزي ما قلت لكم حطيت فيها القرن الفلفل الاخضر. واول لما الطماطم تتسبك هنزل عليها بالباميه، وهوريكم ده الباميه اللي انا مفرزاها بجد زي ما بقول لكم طعمها حلو قوي. طبعا بقى كان في مواعين غسلاها، بصوا انا ما كنتش يعني، اكتر حاجة طبعا مواعين رمضان بتبقى كتيرة جدا، فانا مش عايزة اسيب مواعين تتراكم عليا، ان انا اكتر حاجة بكرهها في المطبخ المواعين. فانا بقيت اغسل اول باول كده، الحاجة اللي انا مستخدمها اغسلها واشيلها، استخدم واشيل، مش عايزة حاجة تتراكم عليا لاني بجد بتعب من كتر الوقفة. دي بقى الحاجة اللي انا استخدمتها دلوقتي. نزلت الحاجة اللي كانت فيها، غسلتها كده بمية بس الاول، وبعد كده بقى هجيب بالصابون وهغسلها كويس جدا. بس كنت بنضف الصفاية، بشيل الحاجة اللي في الصفاية، وكان في بقى قشر بصل في الحوض برضو، لميت كل اللي كان موجود في الحوض ده. بعد كده هغسل المواعين، دي اهم حاجة عشان ما تحسيش بتعب فعلا. يعني انا طول ما انا واقفة كنت بغسل مواعين بستخدمها، و بعد الفطار تاني غسلت مواعين تاني، ولسه هقوم اهو احضر السحور، برضو هغسل مواعين بتاعه السحور. فدي اكتر حاجة بس كانت يعني متعبة شوية. خلصت بقى كده المواعين وهسيبها كمان تتصفى في الصفاية، وبعد ما يتصفت كمان شلتها. يعني انتوا لو لاحظتوا بعد كده في نص الفيديو كده مش هتلاقوا مواعين في الصفاية. طبعا يوم كله شغل بجد، يعني شابوه للستات، فعلا احنا بنتعب جدا جدا جدا. ما تقليش، يعني ما تخليش حد يستقل من مجهودك او تعبك، فعلا احنا بجد بنتعب وبنتعب قوي كمان. الحمد لله ربنا يدينا على قد تعبنا يا رب، واحنا صايمين كده، وناخد يا رب كده الثواب. بقى اعمل هنا كده بقى الجلاش. بصوا انا كان الجلاش عملته بالطريقه دي، طلع حلو جدا وطعمه حلو جدا جدا جدا. جربوها بالطريقه دي وبجد هيعجبكم. اول حاجه كده نزلت بمعلقتين سمنه سيحتهم، ونزلت عليهم بمعلقتين زيت. الزيت بيخلي الجلاش بجد مقرمش وحلو جدا. ونزلت عليهم بمعلقه من علبه من الزبادي، وحبه ملح، وشويه فلفل اسود. وده الخليط اللي انا هدهن بيه الجلاش. حطيت كده في الصاج شوية بس زيت، تمام. وبعد كده هنزل بيه الجلاش. انا دول كانوا معايا تقريبا 14 ورقة من الجلاش، بقسمهم وبكون النص كيلو تقريبا كده 14 ورقة. بخليهم 7 في الجزء من تحت، و7 من الجزء من فوق، بقسمهم كده كويس. بصوا بين كل راق وراق بدهن بالزبادي، بجد الزبادي بتدي كده تضحية حلوة جدا للجلاش. احسن لما ما بتزقي بسمنه بس بيبقى تقيل جدا، وانا لو بزقيه بسمنه بس يعني بزقيه كل 3 4 رقات كده دهنتين من السمنه، فاهميني؟ لكن دي بجد خفيفه قوي، اللي هو ان انا ادهن الزبادي والتطريه اللي انا بعملها دي، او الدريسنج اللي انا بعمله ده بيطر جدا الجلاش معايا، ما بيخليهوش يعني، عارفين هو كان مقرمش معايا وفي نفس الوقت طري. نزلت بقى كده باللحمه المعصجه، حطيتها وهكمل الراق التاني، وبعد كده هقطعه وهدخل بيه الفرن. بس قبل ما ادخل الفرن زقيته بكوبايه لبن وشويه فلفل اسود وبضايه، وبرده شويه ملح، وهقطع عليه. بس قبل كل ده بحب ان انا اقطع الجلاش الاول.
في ناس بتحط الاول الجلاش ياخد تشميعة كده، وبعد كده في الاخر خالص بتحط اللي هو البيض باللبن وشوية. حطيت كمان شوية بيكنج باودر عشان البيكنج باودر بيخلي معايا الجلاش كده مش هابط. المهم كمان حطيت بين اللحمة المفرومة، حطيت كمان كنت حاطه جبنه موتزاريلا، ادت معايا شده كده كانت حلوه قوي. هنا بقى كانت الطماطم اتسبكت خلاص، نزلت عليها بالباميه وزقيت. عيب يا يونس، عيب عيب. وزقيتها بشويه من الشوربه بتاعه الارنب. هروح كمان اعمل بقى الرز، وقلت عايز ايه، هروح بقى كمان اعمل الرز، وقلت ههدي النار عليه عشان يفضل سخن. ما هو بصوا بعد العصر على طول هتلاقوا المغرب ما بيبقاش واخد يعني وقت كتير. في ايه يا يونس؟ عيب يا بابا، انت شاطر يوي شاطر، مش عيب. ما بياخدش وقت كتير. حمرت كده المكرونه لسان عصفور، وبعد ما حمرتها نزلت عليها الرز. هنا بقى جبت البايركس ده وطلعت الارنب كده، وهدهنه دهنه من السمنه بسيطه، وولعت الشوايه عليه. هو عموما احنا عموما في العيله يعني عند ماما وكده ما كناش بناكلوه محمر، هو يا دوبك بس كانوا بيسلقوه، بس انا ما بحبهوش كده. دهنته دهنة بسيطة كده من السمنة وحطيته تحت الشواية، بس اخد لون كده ما نشفش معايا، كان طعمه بجد تحفة، بجد فعلا احلى الف مرة من الفراخ. الفراخ لما بناكلوها كتير بنزهق منها، واحنا طول السنة كنا يعني بنستخدم يعني بنعملوها كتير، لكن الارنب من فين وفين لما بنجيبه ارنب كده ونعمله. كمان بقى قطعت كده فلفل وقليته. هنا بقى كنا بصوا خلاص كده اللي هو في الاواخر، كان فاضل يعني نصايه كده وخلاص. دخلت طبعا صينيه الجلاش في الفرن، ونزلت كده عملت كمان الرز وخلاص الباميه وبقلي الفلفل. وكنت طبعا محضره البتنجان، انا كنت عاملاه من امبارح. بتنجان كنت عامله بتنجان مملح مقلياه وسلقاه كمان ومملحاه. حطيت بقى هنا خلاص الرز، حطيت على الرز الملح والميه وهسيبهم بقى يتشربوا، وبعد كده ههدي النار عليه. وفعلا فضلت النار هاديه عليه لغايه لما جوزي جه. بجد انا مش بقول لكم كنت متاخره، بس والله يعني ده جوزي كمان اللي اتاخر عليا وجه بعد الفطار الحمد لله، بس انا لحقت. هنا بقى هطلع الفلفل كده من النار، وهنزل عليه كده برشة من الملح وهسيبه. بجد يعني اكتر حاجة بتفتح نفسنا على الاكل عموما اللي هو يبقى فيه حتة بتنجانة مملحة، حتة زيتونة مملحة، شوية برضو فلفل مقلي كده. بجد هي دي الحاجة اللي بتخليكي تاكلي. جبت بقى كده الحله البايركس دي، ونزلت كده بشويه شوربه. طبعا الشوربه كانت كده على النار بتغلي. اخدت منها حبه شوربه بقى، وهنزل عليها بكيس من الملوخيه. برضو الملوخيه دي انا اللي مفرزاها، وهتشوفوا بصوا كده لونها لا اتغير معايا، وبجد طعمها كانك لسه خرطاها دلوقتي وعاملاها دلوقتي. بجد كان طعمها حلو جدا. طبعا الشوربه جاهزه ما فيهاش اي حاجه، ملحها متظبط كله متظبط، يا دوبك بس نزلت بالكيس كده الملوخيه وهسيبها كده تفك فيه الشوربه السخنه، وبعد كده هروح اعمل التقليه في نفس الوقت. بقى هنا كان الجلاش خلاص بقى جاهز معايا. بصوا بقى اللون والقرمشه والحلاوه، والله العظيم بجد طعمه كان حلو جدا جدا جدا، بجد مش عارفه اقول ايه. المهم بقى هنا كمان كان الارنب خلاص عمل معايا وبقى جاهز برضو، طلعته كده يبرد. انا للاسف المطبخ عندي ضيق، فانا مش عارفه اسيب الاكل فين، فبالتالي بحطه على الحلل من فوق. هنا بقى كنت ضاربه كده توم في الكبه، حطيت كده معلقه توم كبيره في الباميه. بحب اعمل الباميه بالثوم نايم، ما بحبش احمره والكلام ده. باخد منه برضو تحميره كده من الثوم.
هوريكم. بس الاول باخد التوم ني كده برشه فلفل اسود وبحطه وهو ني على الباميه. هروح بقى اعمل التقليه بتاعه الملوخيه. نزلت كده بمعلقه سمنه ونزلت بباقي التوم، واول ما التوم هيتحمر معايا هنزل ب معلقه من الفلفل، كنت ضربه برضو في الكبه. صراحه مرضتش احط فلفل من الاحمر اللي عندي، قلت هحط فلفل بارد. هنا كنت بشيل بس ليونس شويه ملوخيه من غير اي حاجه، من غير لا توم ولا حاجه. سبت بقى التوم يتحمر كده، هنزل زي ما بقول لكم عليه بقرن الفلفل، وبعد كده هنزل بالكزبره. حسيت ان سامعين الدوشه؟ انا اسفه بجد اسفه، بيتخانق مع النيش. سامعين؟ كل ده تخبيط على الازاز. ربنا يهدي بجد والله، ربنا يهدي. عيب يا يونس، يونس روح لبابا يلا. بصوا بقى هنا التوم خلاص بقى اتحمر معايا بالفلفل، هنزل عليهم بالكزبره وزودت شويه كمان سمنه، لان زي ما بقول لكم حسيت ان الماده الدهنيه كانت شويه. هاخد بس معلقه كده منهم للملوخيه، للباميه قصدي، وبعد كده هنزل بالملوخيه على التقليه وهسيبها بقى. بصوا احلى ملوخيه بجد ملوخيه الارانب وملوخيه الجمبري، حلوه برضو قوي قوي قوي. هسيبها بقى كده ومبحبش اقلب فيها كتير، ومش كل شويه طبعا ان احنا نغليها، باخد شويه شويه. هنا بقى كان الفطار بص جهزته، وفي الوقت ده انا هنا كنت مستنيه جوزي. كان قال لي يعني انا خلاص طالع على السلم قريب قوي، فعبال بقى يطلع السابع يعني. بس بصوا بقى الاكل، الملوخيه كانت طعمها حلو جدا وما شاء الله الارانب، وعملت شوربه خدت برضو منها الشوربه. وده كان فطارنا. يا رب يجعله فطار خير علينا. هنا بقى رحت كده غسلت المواعين وخلصت المواعين والحمد لله لحد هنا احنا تمام. قلت بقى كده احضر كمان مسحت البوتاجاز ومسحت الارض ولميت كده الاكل اللي هناكلوه بكره ان شاء الله على الفطار. بس كنت لسه عايزه افضي شويه حاجات في التلاجة كده واظبط التلاجة، وهدخل بقى الاكل ده واحطه في التلاجة. ما عملتش قمر الدين. حطيت كده نص لفة قمر الدين كده، في بحب ان انا ادوبها، بحطها كده على النار بشوية سكر في مية، وبسيبها على النار بس تسيح كده وتفك. وبعد كده بقى هروح اقطع الجراسية والمشمشية والتين. ما بحبش احط فيه الخشاف، مش عارفه اسمه خشاف ما بحبش ان انا احط في الخشاف بلح، ما بحسش بطعمه. ما يعني طول عمرنا عند ماما وكده بناكلوه بالجراسية والمشمشية والزبيب والتين بس. هروح بقى اقطعهم كده. طبعا انا زودت له بس شويه كمان سكر عشان انا حطيت ميه يعني الشفشق ده بياخد معايا اكتر من لتر ونص، فكان محتاج سكر. المهم بقى نزلت كده بالتين، بقيت اقطعه عشان كان فيه برضو في التين كده عنقود من فوق، حبيت برضو ان انا اشيله. وقطعت بعد كده قطعت المشمشية ونزلت عليها بالزبيب والجراسية. بحب ان انا اقطع الحاجة، ما بحبش احطها صحيحة، وعشان النكهة بتاعت الجراسية والكلام ده ينزل فيه مية قمر الدين. كمان انا جايبه هنا الجراسية مخليه، فما دوختنيش صراحه ان انا بس ابقى هنضف كل الكلام ده. طبعا وانا واقفه بعمل الحاجات دي التجهيزات بس بكره، وحاجات خفيفه كده برضو المطبخ عمل معايا مواعين. في الوقت ده بقى هنا كان خلاص البتاع انا حطاه على النار، انا بس مش عايزاه يغلي، يا دوبك انا هخليه بس ان هو يفك مش اكتر. تمام. خلصت بقى كده. النهارده حبيت ان انا اعمل قطايف، وقلت بكره ان شاء الله لو ليا عمر على الدنيا اعمل كنافه، وعايزه اروق البيت.
تمام. وانشر بقى الغسيل واشوف ايه اللي ورايا، عشان برضو عايزه اخد يونس وانزل بيه للدكتور، لانه تعبان برضو شويه كده، فعايزه اروح اطمن عليه وكده. خلصت بقى كده اللي في الحوض، هنروح بقى احشي القطايف. حشيها عجوة وسكر وجوز الهند والزبيب والسوداني. رحت بقى حطيت كده الطاسة على النار، وحطيت عليها شوية زيت كده، وبحتدي ان انا اقلي. وحطيت كمان بقى هنا في الحلة التانية كوباية من السكر، عليها نص كوباية مية، وهعمل شربات كده خفيف بسرعة. بعد ما قليت انا اسفة بجد اسفة. بعد ما قليت القطايف، الخطوة دي الشربات لما بيبقى سخن بينزل عليها سخن، بيدي قرمشة كده حلوة قوي. وكانت القطايف معايا مقرمشة بجد. خلصت بقى كده وهسيبها تبرد، وقلنا اكلها يعني ناكلها جنب السحور وكده. هنا بقى كده خلصت، والحمد لله كان يوم حلو. ويا رب الأيام كلها تبقى مليانة خير وبركة، وتنعاد علينا بالخير يا رب العالمين. وكده وصلنا نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم